تعالوا بقى يا حلوين نعمل اسهل كيكة شوكولاتة الغرقانة شوكولاتة اللي من غير ولا حتة شوكولاتة. هنعملها في الخلاط، سهلة جدا سريعة جدا للضيوف المفاجأة، او لو حد اتصل بيكي وقالك انا جاي لك في ثواني هتعمليها. وزي ما انتم شايفين قدامكم هشة وجميلة وغرقانة شوكولاتة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بنجيب الخلاط بنحط فيه كوباية لبن، وبنفس الكوباية كوباية سكر، وكوباية واحدة اللي هنعاير بيها كل المقادير. بضرب كويس لحد ما السكر يدوب تماما. دي الخطوة اللي هنضرب فيها كتير، ان احنا ندوب السكر خالص. وبعدين بضيف معلقتين كاكاو خام كبار، ويكون لازم يكون نوعه حلو عشان يبقى طعمها حلو، ورشة فانيليا حوالي ربع معلقة صغيرة كده، ومعلقة ممسوحة صغيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان. وبضرب كل ده، بضربه كويس. وكوباية زيت بنفس الكوباية اللي بنعاير بيها، وبنزل بيها والخلاط شغال، بنزل بيها كده خط والخلاط شغال لحد ما يتقل معايا. زي ما انتوا شايفين كده لازم يتقل معايا، ياخد كوباية زيت اكتر شوية اقل شوية. اول ما يتقل توقفي. باخد من الخليط ده كوباية وبحطها في التلاجة، وبعدين بضيف على باقي الخليط 2 بيضة زي ما انتوا شايفين، وبضرب. وخلاص كده خلصت معانا. بضيف بقى الخليط كله في بولة، وبعدين دي كوباية وربع دقيق بنفس الكوباية اللي انا معايرة بيها، وعليها معلقة كبيرة كيك شيف او بيكنج باودر، معلقة كبيرة، ورشة ملح. والدقيق ده انا نخلاه مرتين 3 على الاقل، لازم تنخلي الدقيق كويس. وبضيفه على الخليط وبقلب علشان كل دقيق بيختلف عن التاني. لو اتقل من كده حط لها معلقتين لبن، لو اخف حط لها معلقة دقيق. وعشان تتأكدي ان هي كده ناجحة، بترفعي كده ما بتتقطعش معاكي، بتنزل خط رفيع كده ما بيتقطعش. بجيب الصينية طبعا دهنها كويس بالزيت ومغلفاها بالدقيق، وبنزل فيها الخليط. الصينية دي الوسط، في الصواني المربعة الوسط، يعني مش الصغيرة ومش الكبيرة. عايزاها منفوخة قوي حطيها في الصغيرة، عايزاها تكون يدوب صغير منفوخة حاجة بسيطة حطيها في الكبيرة. أنا عايزاها وسط، حطيتها في الصينية الوسط. بحطها، بكون مولعة الفرن طبعا من قبلها سخنة، بحطها على درجة حرارة وسط يعني 170 180 في الرف الوسطاني. اخدت معايا تلت ساعة بالظبط. انتي بعد الربع ساعة شوفيها اول ما ريحتها تطلع. اخدت معايا تلت ساعة بالظبط. بخرمها بالخلة بعد ما هديت شوية من السخونة، يعني هي مش سخنة قوي، هي كده دافية شوية. بسقيها بقى بشوية لبن كده، بسقسقها بس كده زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة. واول ما تشرب اللبن بجيب بقى الخليط اللي انا كنت شايلاه في التلاجة، وبضيفه على الوش. احلى صوص شوكولاته، احلى فعلا، طعمه جميل جدا. الكاكاو عشان نوعه حلو مع النسكافيه عامل طعم تحفه، تحفه بجد. وبساوي كده بقى بمعلقه كده عشان يبقى الوش كله شوكولاته، اهو زي ما انتوا شايفين. بس كده خلصت معانا. ممكن تسيبيها كده، او ممكن تحطي شويه سبرينكل كده على الوش زي ما انا هعمل، او شوكولاته فرماسي زي ما تحبي. او ممكن تسيبيها ساده، انا كتير بعملها ساده. تحفة جدا، طعمها جميل، ما خدتش اي وقت في الخلاط بسرعة. وبعدين بتحطيها في الفرن كلها على بعضها، مش هتاخد معاكي تلت ساعة. هطلع معاكم حتة اهو. شايفين الصوص نازل عليها ازاي؟ انا عن نفسي اي ضيوف جاية بعمل لهم الكيكة دي، تشرفك مع اي حد. اي حد يجي عندك هيتبسط منها وهتعجبه جدا. انا العيال كل شوية عايزين نعملها لهم. بجد حلوة وناجحة جدا زي ما انتوا شايفين. عايزاها اتخن من كده اعمليها في الصينية الصغيرة، عايزاها اخف من كده شوية اعمليها في الصينية الكبيرة. دي بقى الصينية الوسط اهو. جامدة جدا، هتعجبك فعلا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. واللي تعجبه يا ريت يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.